عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير، وحشتونا جدا جدا. قبل اي حاجه تشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اهم شيء اللايك. ايوه، النهارده جايين لكم هنعمل صينية كيكة ظريفة وخفيفة ولطيفة على المعدة، وقلت اصورها معاكم وانا بعملها. ان شاء الله هنقول لكم المقادير وانا شغالة. كوباية سكر 200 جرام، كوباية لبن 200 جرام، كوباية الا ربع سكر بالظبط، هتبقى زيت قصدي، هتبقى 175 جرام بالجرامات. جبنا يا جماعه ميزان جديد. ايوه جبنا باركولنا، جبنا ميزان جديد. معانا نص كوباية نشا وعلبة زبادي ومعلقة خل، والسكر هيبقى كوباية وربع. انا حاطة هنا في الفنجان ربع كوباية. وهنا بيضتين عليهم ذرة ملح بدرجة حرارة الغرفة. وطبعا الدقيق هنا انا مش هعايره حسب ما انتي حسب الكيكة ما تحتاج يعني. ويلا بينا نشوف الطريقة. معانا هننزل هنا في الخلاط بالبيضتين وذرة الملح. هنزل معاكم معلقة خل صغيرة، وكده قدامكم كيسين فانيليا. اي نوع فانيليا طبعا. حابينها نجرب كده ايه يعني الضرب معاكم. يلا اي حاجه هنحطها هنضربها في الخلاط لحد ما تبيض. واهو فقره الدوشه انتهت اهو كده لونه ابيض. وريهم الخليط من جوه لونه ابيض. هننزل عليهم دلوقتي. عارفين وريحته حلوه قوي. سكر اهو كده. وبرده سكر تاني كوبايه وربع سكر بالظبط. هنبدا اهو فقره الدوشه لثاني مره. اهو واهو خلصنا كده. ضربت السكر لحد ما يبقى كله كريمي، يعني قوام زي الكريمه بس اخفف شويه. تدريجيا بكوبايه الا ربع من الزيت. وبرده هنضرب. بصوا يا جماعه عمل الخليط ازاي عامل. احنا بس بنفصل يا جماعه علشان ايه الدوشه. استنونا لما نخلص. وخلصنا اهو. وخلصنا كده الضرب. دلوقتي هنضيف ايه كوبايه اللبن، كوبايه لبن كده. وهتضربي تاني؟ هضربه تاني معاهم علبه الزبادي ديت نصها، يعني هناخد معلقتين كبار كده نصها. واللبن يكون يعني يعتبر هيفضل فيها معلقه صغيره بدرجه حراره الغرفه كله. واستنونا هضربه وارجع لكم. واهو بالشكل ده بعد ما ضربنا الخليط هنفضيه كده. قوامه كريمي جدا. بحب اكله قوي بس مش هينفع. هي الكيكه دي هتاخد يعني عباره عن ايه، يعني كوبايتين دقيق بس. انا ما يعني عارفه مقدارها، بس انا عارفه يعني قلت ايه احطها معاكم ايه بالمعلقه على حسب ما تاخد. اهو زي ما انتم شايفين بيبقى القوام كده. ننزل دلوقتي بسم الله بالدقيق كده. احب اضرب انا. كيس كيك شيف احسن حاجه، احلى كيكه في مصر. فعلا هو احلى حاجه. هو بيخلي الكيكه يعني حاولي ان انت ما تجيبيش تاج الملوك. وننزل كده بكوبايه نص كوبايه النشا كورن فلاور. نبدا ايه نقول بسم الله ونخلط كل شيء مع بعض. قلب 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 قلبي. نقول المقادير تاني. كوبايه لبن، ما احنا ما نحطها في وكوبايه وربع سكر، في وكوبايه الا ربع زيت. ومعانا ايه تاني؟ وعلبه زبادي هناخد منها معلقتين، وبيضتين بدرجه حراره الغرفه او المطبخ يعني. واللبن برضو بدرجه حراره الغرفه. اهو لسه عايزه شويه. احنا هنحط لها لحد ما يبقى نعرف قوام الكيكه هيبقى ازاي. هي خلاص هي مش هتحتاج تاني. هي خلاص كده
هي تكون خدت مننا بالظبط يعني يعتبر كوبايتين الا ربع دقيق. ايوه يعني كوبايتين زي دي كده دقيق. لا كوبايه زي اللي احنا كنا عارضين فيها حاطين فيها الزيت والسكر. ممكن. اهم حاجه السكر ما يبقاش غامق علشان خاطر الكيكه تطلع بيضه معاكم كده، عشان تبقى احلى كيكه في مصر. كلها لفه واحده اهي. وقوامها حلو قوي اهو قوامها كده زي الكريب خلاص. بالظبط، هي زي كده عجينه متاخدش الكريب. 3 دقايق في اللفه اهو كده. هنفضيها في الصينيه وارجع لكم اوريكم شكلها النهائي. واستنونا اهو كده. انا دهنه صينيه شويه زيت ودقيق وهنزل قدامكم اهو بالشكل ده. فضيتها معاكم كده كلها اهي. طبعا الفرن تكونوا مولعينه من قبلها ب10 دقايق ربع ساعه عشان يبقى ايه سخن اهو كده. نزل كل الخليط طبعا مفيش اسهل من كده يعني. وهحطها في الفرن واوريكم شكلها النهائي لما تخرج في التقديم. استنونا. بصوا يا جماعه دي شكل الكيكه طلعناها. بسم الله ما شاء الله زي الفل. لسه مطلعاها حالا من الفرن اهو كده معاكم. هطلع لكم حته وهي سخنه كده اهي. سخنه جدا انتوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعها كده زي ما انتوا شايفين كده. معلش تصوير عشان انا بس بصور لوحدي. بطلع حته من الصينيه واوريكم. بصوا يا جماعه شكل الكيكه ازاي الطريقه. بصوا زي الفل اهي كلها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.